تصوروا انتم اليوتيوبر ولوا ياخذوا في فلوس باش ينحوا البلاك ليست من العباد. يعني الحكاية ولات نوعا ما تجارية. البان العشوائي والبلاك ليست العشوائي شكون يصدقك؟ يعني مش حاضر ولا مش شايف كما شفت انت بعينيك، ما يصدقك حد وما نجم يملك حتى حد ديريكتومون. بطبيعة كثر الهاك وكثر الغش ومن أصناف الزيت يعني كما يقولوا كثرت في اللعبة هذه، وخاصة أصحاب المحاكيات. يعني حتى المحاكي يعني اللي يبدا ماهوش جديد ولا يصير عليه معناتها حطوه في البلاك ليست وشوفوا شوف يعني يرجع وقتاش يرجع، قديش من نهار قديش من شهر قديش من، فهمتي؟ ساعات يبقى هكاكا في العدم، ما يعرفش روحه شنو عمل وعليش وشنو هي السبب الرئيسي. كي يشوفوا برشا تشكيات من العباد من الناس اللي تلعب في اللعبة هذه، نلقوا البان نتاعهم مشكلتهم انهم هما يلعبوا مع هاكر عشوائي، خاصة في العشوائي، وإلا نوعا ما المحاكيات القديمة خاصة البيسيات. باهي علاش؟ وشنو السبب؟ باهي الهاكر اوكي متفاهمين انه هاكر، لكن اللي يمشي في العفس واللي يمشي ضحية علاش؟ علاش يمشي ضحية؟ لأنه بمجرد إنه خلى كلاس كود عشوائي ولا لعبوا معاه ناس مزيتين، الشركة تمشي تباني تحط له في البلاك ليست العباد الكل، وتباني مش تباني ترجع وش ترجع لك كيف هي. يعني لهنا نظام الحماية اللي عندهم يعني أقل من ضعيف من غادي. ما يقدروش يعني انت كي عندك الهاكر منتشر بصفة كبيرة، انت اول حاجه لازمك تحمي روحك الساعه. الشركه هذه كشركه لازمك تحمي روحك من الحاجات السهله. ثم صحيح هاكرز يعني يقدروا لعبة يدمروها معناتها يوصلوا حتى اقوى من الالعاب، مش كان لعبه برك. لكن انه تكون حاجات بسيطه كما هذه، يعني كل يوم تتعاد، كل يوم ميزاجورات، كل يوم هو ما يتنحاش صحيح الغش ما يتنحاش من الالعاب، لكن على الاقل ما يمشيش انسان ضحيه. ثم ناس تبان ضحيه، يعني مش عم متاكد اني نعرف انه ثم شكون ما عندهمش حتى غش وما عندهمش حتى معناتها ما صاموش حتى حاجه غير قانونيه في اللعبه هذه، ولقى الكونت بتاعه ليفل 80 ولا ليفل درا قداش قوي على الاخر 70 ولا 75، مشى هكاكا. شيء غير سبب، واللي يلعب الهاك قاعد يلعب نورمال على راحته، يا اخي يتنبانا كوت يعاود كوت جديد. هنا علاش قلت في الاول اصبحت الحكايه معناتها تجاريه. تحسوا انه الشركه هذه وكانها متعمده انها الناس القديمه خاصه اللي برشا منهم اعتزلوا، يقول لك ما عندي ما نعمل به. تعرف هي بالاي دي تعرف يعني شكون القديم وشكون الجديد، لكن تبقى مجرد وجهة نظر ماهيش معناتها 100% صحيحة. كي تشوف انها ماهيش مهتمة، حتى الرابورات اللي تخرج من يعني عند اللاعبين باش تمشي للسيبورت، الناس اللي تخدم غادي ما تهتمش معناتها تجيها الاف معناتها ملايين التشكيات فيهم اللي غشاش بالحق ويحب يعني يستبلى الناس بالك عبو صار يرجع له، وفيهم اللي مظلومين لان ما عادش يقدروا يميزوا. هذاك علاش انا قلت النظام الحمايه ضعيف معناتها ما يقدر، ما هو ما يقدرش يميز الروبو البوت اللي حاطينه يحمي، ما يميزش. والعباد اللي حاطين محقين باش من بعد يزيدوا يثبتوا يعملوا سكانز ويثبتوا زاد هما ما يقدروش يميزوا وما يخدموش بكفاءة كبيرة. زوز حاجات يعني عندهم سبب في الحالة هذه اللي يخلي الناس تبقى أكثر من شهر يعني في البلاك ليست. حاجة أخرى يعني حبيت نحكي معها دي أكثر حاجة نركز فيها، إنه إذا لعبة باش يمشي فيها اللاعبين يعني نورمال نضاف ضحية، العشوائي ليش تعملي فيه؟ فاهميني لحظة. والله ممكن هاكر داخل معاك في السكواد ولعبة معاك بارتي واثنين وثلاثة وأربعة وتراقبوه
مراقبة تاع انسان حقيقي ماهوش البوت. ياخذ عقاب. نفرض هو اذا دخل معاه معناتها الهاكر، بما انه الكون نتاعو الحساب نتاعو والملفات نتاعو نظيفة، ما فماش حتى مبرر مقنع ولا حاجة مقنعة ولا دليل مقنع انك تباني الشخص هذاك وتحط في بلاك ليست. في حالة واحدة إلا إذا لعب كما قلت لكم مع هاكر متعمد، ياخذ عقاب معناتها 3 أيام حتى الأسبوع، مش للدرجة يعني يفوت الأسبوع، يعني ماهوش مادام مش عامل حتى شيء، يعني هو قاعد يطبق في القوانين، ما عندكش علاش باش تعاقبه. فما بالك العشوائي، يعني مكثر الناس تبانت يعني ولا دخلت البلاك ليست في العشوائي. يعني لهنا قلت لهم اسكتوا. علاش انا حكيت على نظام الحماية الضعيف واللي ناس ما يهمهاش اللي تخدم غادي. هما معناتها كي يدخل معك متعمد ما تعاقبوش. فما بالك يعني يدخل عشوائي، يعني نورمال مو ما تهتمش بيه اصلا، تعاقب كان الشخص اللي يتخلى معاه من الناس اللي يتخلى معاه بالعشوائي، عمل زيت من الزيوتة معين، يبانا. هذا علاش زيد نعاود نأكد المرة الثالثة، هيك علاش نظام الحماية والسكيورتي يعني ضعيف جدا، وثم ناس تخسر كونتات. واليوتيوبرية اللي عندهم قنوات كبيرة واللي عندهم معناتها تيك توك وغيره، مادام الكون نتاعو نورمال ولا تبانا ويرجع بسهولة، يعني ولا يدخل بلاك ليست بسبب سكور ولا بسبب البويات، يعني وصل الشركة تحطك في البلاك ليست حتى في البويات. يعني عندك عدد كبير من البويات تحطك في البلاك ليست، عندك سكور عالي وصلت الجراند ماستر ونقاط عالية على الأخ تحطك في البلاك ليست. خير مادام هو نظيف ومريقل، ما عنده حتى حاجة عاملها في الملف حتى في ملف اللعبة بتاعه، مش مدخلك فيه انت التخليف تحطي بالبلاك ليست، ايش يهمك فيه؟ خليه انا بيجيب حتى 100 بوي، شنو هذه توصل 40 بوي يحطوك في البلاك ليست؟ مهبولة هذه الشركة هذه، ما مش نورمال. يعني وصلوا حتى البويات يحطوا عليها في البلاك ليست. المحاكي يا اخي، المحاكي ما دام حتى قديم فيرسيون قديم، ما دام ما مس حتى شيء في دوسية اللعبه، واللعبه هابطه من البلاي ستور لاباس عليه، وتنجم تدخل وتثبت، يعني في العباد اللي دخلوا بلاك ليست غلطه في الوقت هذاك تنجم ترجع تشوف اذا عامل حاجه من حقك. اما هو ما يمكش يلعب فيرسيون قديمه جديده في المحاكي ودوسية اللعبه نتاعو نضاف هابطه من البلاي ستور. اللي يلعب بويات معناتها يجيب عدد بويات كبير، مالك وماله، خليه يلعب، خليه يجيب 200 ألف بوية أصلا، شو بدخلك فيه؟ إذا ما عنده طاقة باش يلعب ولا ما عنده وقت باش يلعب خليه يلعب. كيف يا جماعة الهاكر العشوائي يجي يمنحيه مال بلا الهاكر العشوائي. يعني اللي قلتنا الهاكر العشوائي سكواد العشوائي، إذا أنت أي واحد باش يدخل يلقى سكواد اللي معها هاكر واتي مسكين يمشي فيه يبطل معناتها، يدخل مع ناس يثبت منهم ويثبت شنو في تليفونات وفي البيسيات ويدخل من الديسكورد ويثبت باش يعمل طرح. ها يدري عليه ماله معناتها، يدري على جد والديه ومال امه معناتها ما يدريش عليه، داخل عشوائي لقى هاكر معناتها بالصدفه، يتحملوا هم المسؤوليه والشركه هي اللي تتحمل المسؤوليه، سواء اللي ضده ولا اللي معاه. مش اول مره هذه تجيني انا يعني ندخل سكواد عشوائي، مش اول مره نلقاهم ضدي في البيسيات، يعني نلقاهم اللي ضدي اللي معايا برشا. وصارت لي معناتها لهنا عندي 3 ايام تو، اول مره في التاريخ، اول مره بعد 6 سنين ولا اكثر من اللي بديت اللعبه تصير لي الحكايه هذه. لعبت في التليفون، لعبت في المحاكيات الكل، ما استعملتش محاكيات يعني معناتها ماهوش مطابق للقوانين والمعايير تاع معناتها تاع اللعبة، ونلعب نورمال. حتى سكور ما طلعش معناتها إذا شك في سكور ولا في حاجة ما فماش معناتها، لا سكور طالع، لا رانك طالع، لا كلاس سكواد طالع، لا كادي طالع، لا حتى شيء، عادي برشا ما يلعبش ليفل 76 معناتها. بعد السنين هذه كلها فما برشا قبلي وبرشا قدموا اللعبة هذه، تجي لعبة تلاقيش في البلاك ليست ما يماش فيه، ما عادش تدخل، ما عادش تقدر تدخل في سكواد. اه
يحتوي هذا الفريق على لاعب ولا لاعب يشبه فيهم ولا شنو. عنده 3 أيام الحكاية هذي. ندخل التدريب نلقى كان الهاكر غلطة، ثم البانين غلطة ما همش هاكر. نجم كان جزيرة الصداقة رومات كيف كيف. والله وش حبيت نوصل الميساج هذا ان شاء الله يوصل لبرشا عباد، مع اني ما عادش مهتم باللعبة وما عادش نحب نهبط عليها حتى شيء، وطاقتي طاحت من ناحيتها عندي برشا، عندي سنين وما عادش نهتم بها برشا. لكن نحاولوا اذا واحد شاف الفيديو هذا مازال الناس تلعب وتهتم وعندها مشكلة في الحكاية هذه، حاول انها تبارطاج الفيديو، ما حشيش لا مشاهدات ولا حاش بلايكات ولا حتى شيء، حاش حتى بشيء. اذا تحب تدعم وحدك الفيديوهات، لا حش في فلوس لا حتى شيء، فيش حتى الارباح ما نربحش منه القناة هذه، عندها برشا. دوك لهنا نحاولوا انه نوصلوا الفيديو نخليه يشوفوه، بالك يشوفوه ناس اخرين ويطلعوه واللي يوصلوا الميساج يعني للشركة هذه وللناس اللي تلعب مازالت، فمش ما يلقوا حل في الحكاية هذه. بربي اكيد عليكم بجاه ربي حاولوا انكم تتفاعلوا شوية، يشوف الفيديو لبرشا ناس كل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.